اهلا بيكم في بث مباشر وتعليم ازاي نصنع كرسي ببلاش. طبعا انا قصدت لما قلت ازاي نصنع كرسي ببلاش لان النهارده انا جاب لكم فكره في الحقيقه هايله. الفكره انا جربتها وهي يمكن خلال الفتره اللي فاتت ترند. عايز اقول لكم في البدايه اهلا بيكم في بث مباشر ومبادره تعليم النجاره. مبادره تعليم النجاره زي ما اتفقنا قبل كده هي للبنات، للسيدات، للشباب، لكل الاعمار. كل اللي حابب يتعلم النجاره ممكن ان هو يشرفني عندي هنا ويتعلم معايا بدون اي مقابل. انا مش هاخد من حد حاجه خالص، سواء بقى بنت حابه النجاره سواء سيده حابه النجاره. الغرض منه ان احنا كلنا نتعلم نصنع في بيوتنا. لو عندنا مشكله في ظرف الدولاب، في حابين نصنع حاجه. الفتره اللي فاتت في الحقيقه احنا شهدنا غلو رهيب وغلو كبير جدا، علشان كده انا فكرت في الموضوع. النهارده انا جايب لكم فكره، هي فكره ممتازه، وانا كاتب عنوان البث ازاي تصنع كرسي ببلاش. ازاي تصنع كرسي ببلاش. طبعا حضراتكم عارفين لما انا عملت الرجول وابتديت اقول لكل ست بيت اللي عندها قرصة ترابيزه ممكن تاخد 4 رجلين وتعملها قرصة ترابيزه، حته خشب، حته يعني حته رخام. وفي ناس ابتدوا يشتغلوا وعملوا شغل ريزنت وحاجات كتير في الفتره اللي فاتت. في الحقيقه اسعدتني، خلتني انا دايما بفكر. النهارده برضو انا جايب لكم فكره هايله. لو عندك حته خشب باي مقاس مرميه كده ملهاش عوز عندك، هنعمل ايه؟ هنقصها بالشكل ده كده. هنقصها بقى باي شكل، نوديها عند النجار نقصها احنا لو عندنا ارقط بالشكل ده كله كده. ده صوت الكمبروسر في الحقيقه هيكون مزعج بالنسبه لنا، فانا هضطر اقفل الكمبروسر. طبعا انا قصدت ان انا اجيب فضله اهي. فضله كانت مرميه، رحت مقطعها، عملتها مقاس 45. ادي المتر اهو يا جماعه، كده 50 سم وكده 45 سم. العرض الكرسي 45